بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه رأيكم نعمل احلى طبق كبدة؟ ينفع غدا، ينفع عشاء في شندوتشات، ينفع على مكرونة، ينفع مع رز وبطاطس وسلطة، ينفع في عيش فينو بالطحينة وكده. آه، أكلة متكاملة. كبدة بالبصل. أول حاجة الكبدة بتاعتنا احنا بنغسلها بالخل والليمون وننضفها كويس جدا. بعد كده عندي طاسة فيها زيت يكون سخن والطاسة سخنة، وننزل بالكبدة عشان تاخد صدمة. بنشوحها كويس أوي في الزيت علشان تتحول من اللون الأحمر والبامبا ده إلى بني. لازم تتشوح كويس أوي علشان ما تنزلش مية، وعشان كمان تستوي بسرعة. النار وسط علشان برضو ما تتحرقش من تحت. نشوح كويس أوي في الكبدة. الأكلة دي سهلة سريعة بسيطة. ممكن ست البيت تعملها في دقايق، مش محتاجة وقت إن هي تقف في المطبخ كتير. أكلة بسيطة جدا، يعني بأقل من نص كيلو كبدة هتعملي طبق محترم يكفي كذا فرد. ممكن تتعمل في العشاء في شندوتشات فينو أو شندوتشات عيش بلدي مع طحينة وبطاطس وسلطة وكده. ممكن تتعمل في الغدا مع مكرونة تتحط على وش المكرونة، أو تتحط مع رز وبطاطس وسلطة. تبقى وجبة متكاملة فيها كل العناصر. الكبدة فيها فوائد جامدة جدا للأطفال بالذات وللكبار كمان. بعد كده عندي بصلتين مبشورين عشان أنا مش عايزة البصل يبان قوي في الكبدة، فبشرت البصلتين وهشوحهم كويس جدا مع الكبدة علشان يتشوحوا، لأن أنا محتاجة إن الكبدة والبصل يتشوحوا ويتحمروا بعد كده كمان. يعني بعد ما المية بتاعت البصل دي تتشرب خالص والكبدة تستوى، عايزاهم كمان يتحمروا. طبعا مفيش كبدة من غير توم. أساس الكبدة هو التوم. هنجيب مكعبين توم من اللي احنا مفرزينهم، مكعبين صغيرين مش كتير، على حسب كمية الكبدة اللي انت عاملاها. وهنحطهم برضو علشان يسيحوا مع الأكل. مكعبين صغيرين على حسب كمية الكبدة اللي انت عاملاها. طبعا مفيش كبدة من غير البهارات. أساس الكبدة التوم. تاني أساس للكبدة هو الكمون والكزبرة الناشفة، وطبعا الملح والفلفل. وأحسن حاجة كمان لو حطيت شوية بهارات لحمة، هتديها طعم وريحة فظيعة. التوم والكمون والكزبرة الناشفة دول أساس الكبدة، بيدوكي طعم خيالي، بينقلوا الكبدة لحتة تانية خالص زي بتاعة السوق بالظبط. هنا اتشوحوا اهو كويس جدا، بدأت ما عادش فيه خلاص مية اهي، وبدأوا يتحمروا. أنا عايزة البصل يتكرمل خالص، وعايزة الكبدة تاخد لون كمان من التحمير، لسعة كده بسيطة. ويا سلام بقى لو في الآخر خالص. طبعا أنا هولع حتة فحمة واحطها في حتة فويل في نص الحلة، واغطي عليها بعد ما اطفي تماما، بحيث تديها طعم وريحة التدخين. بتبقى كأنها بالظبط جاية من أحلى محل في الدنيا، واتعملت بسهولة جدا وبسرعة جدا، خدتش أي وقت خالص، وطعمها بيبقى حلو جدا. وبألف هنا وشفا على قلبكم. يا ريت تشتركوا في القناة فضلا من الله وليس أمرا، ويا ريت تحطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم بإذن الله. اذكروا الله، صلوا على النبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عشان البركة تحل عليكم وتحلوا على أكلكم، وتتقوا فيه بركة وزاد وطعم حلو كمان. بالمنظر ده أنا بخليها تاخد لسعة، والبصل كمان يتكرمل جدا، علشان اهو الشكل اهو في النهاية. البصل أخد لسعة حلوة وهو والكبدة واتحمروا وأخدوا شكل جميل. بألف هنا وشفا على قلبكم، ويا رب يحسن ما بين إيديكم. تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع في كل الأوقات. سهلة وسريعة وبسيطة. اتعملت بمنتهى السهولة وبسرعة جدا، وبأقل من نص كيلو كبدة عملنا الطبق الكبير ده يكفي كذا شخص. ويا ريت تشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة بإذن الله. وألف شكر ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.